كل طالب بيسافر بيكون عنده قصص كتير متحكتش، قصص عن الناس والأكل والصحاب. عشان كده في بايونير قررنا ننزل نسأل طلابنا عن قصصهم. اتكلمنا شوية عن نفسك. أنا اسمي محمد عماد الدين، عندي 22 سنة، بدرس هندسة في جامعة الاي بي يو. اسمي أحمد شافعي، عندي 19 سنة، بدرس كمبيوتر ساينس اي اي في جامعة اي بي يو. اسمي ياسين أيمن، سني 17 سنة، بدرس فاونديشن سيتي وفي جامعة اي بي يو. ايه أكتر حاجة بتحبها في الجامعة؟ في ثقافات مختلفة وبعرف حاجات كتير عن دول ما عرفتهاش من قبل كده، من قبل ما اجي ماليزيا. كوميونتي، في أكتر من كلتشر يعني، وبتتعرف على ناس كتير في الجامعة. الكوميونتي بتاعت الجامعة ان هم فريندلي جدا والمدرسين كمان. بتحس ان الطريقة في التعليم في ماليزيا مختلفة عن بلدك وازاي؟ مختلفة، مش كل حاجة امتحانات. الاساينمنتس هنا دور كبير، وبتكون كأنك شغال في ان ريل لايف يعني، مش بس امتحانات وورق. كل دكتور بيشرح بطريقة مختلفة خالص عن الطرق اللي كنا بنتعلم بيها في المدرسة. الطريقة في ماليزيا مختلفة جدا لان هنا التكنولوجي متطورة اكتر بكتير من في بلدي. بتحب تذاكر فين؟ بحب اذاكر مع اصحابي، او فلا اما بنذاكر في البيت مع بعض، لا اما بنيجي نذاكر في الجامعة. لا، في البيت. بحب اذاكر مع الناس اكتر. بتشتري طلبات البيت منين؟ وتعلمت تطبخ ولا لسه؟ في كذا سوبر ماركت بشتري منه. انا بطبخ اصلا من السعوديه من قبل ما اجي هنا. اتعلمت الطبخ من زمان، المكرونات. لا الصراحه ما اتعلمتش اطبخ. جربت اكل ماليزي قبل كده وايه اكتر اكل عجبتك؟ جربت اكل ماليزي. هو عندهم اكل شويه مختلف عن الحياه اللي عندنا. ناسي جورينج يو اس اي ده بيبقى عباره عن فرايد رايس مع فراخ. مش اكل ماليزي، هو هندي ماليزي والتندوري تشيكن. لا ما جربتش اكل ماليزي قبل كده. مين اقرب حد ليك هنا في ماليزيا واتعرفت عليه ازاي؟ واحد صاحبي ماليزي عرفته من الجامعه. مين اقرب حد ليك هنا في ماليزيا وازاي اتعرفت عليه ازاي؟ جياد اللي كان معايا، وتعرفت عليه عشان كان معايا في الكلاس، ومنهم برضو الناس التانية يوسف. آسر اقرب واحد ليا هنا في الجامعه، وتعرفنا من طريق شركه بايونير. لو رجعت بالزمن كنت هتختار تدرس في ماليزيا تاني؟ والصراحه ايوه، هختار ادرس في ماليزيا. اختيار ماليزيا اختيار موفق، والتعليم هنا جوده عاليه قوي. اظن الصراحه كنت هختار ادرس في ماليزيا تاني. نصيحه تقولها لحد لسه مخلص ثانوي دلوقتي، خلصت جزء من الطريق بتاعك وهتبدا مرحله جديده خالص بطريقه مختلفه عن طريقه المدرسه. فانت لازم تفكر بتفكير مختلف وتبص على اهدافك بطريقه مختلفه خالص مقارنه بالمدرسه. خد وقتك في اختيار التخصص اللي انت عاوزه. اني اقدم في اي بي يو على طول، علشان اي بي يو جامعه يعني الرانك بتاعها بيزيد دلوقتي، ومهتمين جدا بكل الديتيلز، وكمان التكنولوجي هنا يعني عاليه جدا.